مساء الفل يا ست الكل. غطا البوتاجاز الازاز بتعملوا فيه ايه؟ انا عارف ان انتوا ستات بيوت شاطرين جدا، بتعرفوا تحافظوا على حاجاتكم، بس انا هعمل معاكم النهارده حاجه نحافظ بيها على غطا البوتاجاز من الدهون، علشان خاطر ما نقعدش ننظف بمواد منظفه ونبوظ الازاز والكلام ده كله. اقول لكم الطريقه، يلا بينا. اول حاجه هنجيب السفنجه دي بتاعت المواعين، هنحطها في ميه، بس تاخد ميه مش تعصرها تنزل ميه خفيف، وهنمسح على الغطا كده بشكل كامل، ما تسيبيش مكان ما جاتش عليه ميه. كده كله يتعمل بالميه كده، مسحه خفيفه بالميه. ده مكان القديم اللي انا كنت عامله، شيلته كله. ايوه، يتشال بسهوله جدا. تمام كده، وهنبدا ناخد من ده ونغطيه بشكل كامل كده يا ست الكل. المفروض اتنين يعملوه، واحد هنا واحد هنا، ويمسكوا قصاد بعض. بسم الله. انا هزود عشان هنقص بعد كده من الاطراف. اهو يا جماعه زي كده اهو، ظهر ايدينا كده، نلزق، نكمل للاخر. ايوه، طبعا مع ميه خفيفه زي ما قلت لكم، زي الفل اهو. ده نرجعه ورا عشان يمسك جامد كده. بس يا ست الكل عملناه كله. طبعا انا عملته كده عشان انا عملته لوحدي، اما يبقوا اتنين يعملوه هيطلع بشكل احسن من كده ومظبوط احسن من كده. لو عجبكم الفيديو لايك وشير. قناه على اليوتيوب عصائر ميخ.